السلام عليكم. اليوم شرحنا شلون نتخلص من الإعلانات المزعجة والفيروسات من الجهاز أو الهاتف. مثلا هذا الإعلان جهاز وحده يبدي يطلع إعلانات. أول شي لازم نعرف شنو سبب هاي الإعلانات، ليش جاي تطلع هيج. السبب أكو برامج بالجهاز خبيثة جاي تطلع هاي الإعلانات. هسه راح نتعلم شلون نحذف هاي البرامج وشلون نعرفها. ندخل للإعدادات مالت الجهاز، بعدها ننزل نروح على خيار التطبيقات. مثل ما تلاحظون الإعلانات مستمرة تطلع لين بعد ما حادث هاي التطبيقات. أروح للتطبيقات، أطلع التطبيقات كلها. هذه التطبيقات. هسه هنا شكو تطبيق أنا ما أستخدمه وأشوفه موجود بالجهاز أحاول أتخلص من عنده، يعني لعبة، برنامج. نفترض هذا أنطقه مسح، هذا أول واحد. أنزل أدور يا برنامج، هذا ما أستخدمه أمسحه. راح تلاحظون الإعلانات مستمرة. من لما أحذف البرامج اللي جاي تسبب الإعلانات شوي شوي راح تلاحظون الإعلانات تبدي تخف. هسه بعدني ما حذفتن أكو بيهن حافظهن أنا من قد ما يتكررن علي، يعني باليوم ممكن يجني 10 أجهزة ل 15 جهاز. بس هاي المشكلة فيها اللي هي إعلانات. وغالبا هذا الشي سببه إنه الموبايل ياخذه طفل يستخدمه، وأثناء استخدامه ينزل برامج وألعاب، ومن خلال هاي البرامج والألعاب تنزل فيروسات. مثل ما تشوفون مستمر جاي امسح البرامج اللي ما احتاجها. اكو برامج تتفاجئ بيها، انا اكو بين حافظها من قد ما يجيني اعرف انه هذا مثلا يطلع اعلانات فيتكررن علي يتكررن. اما جماعة سامسونج شرح بسيط كلش، يعني اسهل من هذا. يجوز هنا جاي يدور عليها واحد واحد، بس سامسونج اكو خيار بيه اقدر اعرفهن بسرعة. شرح سامسونج خليته بالاخير، خليك وياي. استمر احذف البرامج اللي ما احتاجها. لا تخاف، ما ينحذف برنامج من برامج الجهاز نفسه، لأن برامج الجهاز ما بيها خيار إلغاء التثبيت، فقط بيها إيقاف أو إلغاء التفعيل. أستمر البرامج اللي ما أحتاجها أحذفها، وشوي شوي الإعلانات راح تخف. هسه أستمر وياكم من لما تنتهي كلش الإعلانات. هسه عرفنا السبب الأول إنه إذا طفل يستخدم الجهاز فيظل ينزل برامج ألعاب من ضمنها تنزل هاي الفيروسات اللي تطلع إعلانات. السبب الثاني مرات ندخل على موقع ويب. هذا الموقع مال الويب تلقاه مليان اعلانات ونوافذ منبثقة. تلقائي راح تنزرع بالجهاز على شكل فيروسات، وتظل ترسل هاي الاشعارات. مرات اذا شايفينها بالبردة، تنزل بردة تطلع لك شغلات اباحية او جهازك يحتوي على فيروس او نظف الجهاز من هذا الشيء. فهو نسيته. السبب الرئيسي بيه انه اكو اجهزة، العفو اكو برامج بالجهاز جاي ترسل هاي الاشعارات. مثل ما قلت لكم استمر شكو برنامج ما احتاجه او شكو برنامج موجود وانا ما استخدمه او ما اعرفه، اذا ادخل عليه والقى الغاء تثبيت اسوي له الغاء تثبيت. هسه شوي شوي الاعلانات راح تخف. بقى عندي يمكن تطبيق واحد جاي يرسل اعلانات. هسه شوي شوي اطيح بيه، هذا ما احتاجه. اكبين جاي يتكررن علي، اعرفني يعني اشوفه اعرف انه هذا البرنامج يرسل اعلانات. فهواي برامج مثل ما تشوفون هسه هذا الجهاز منزلين بيه برامج كلش هواي. بعد ادور عندي باقي برنامج او برنامجين متأكد منهن ذني طلعن اعلانات. طبعا اخرت الولد بالمحل، قلت لهم بس اكمل مقطع حتى انزلكم هذا الحل. اذا واجهتكم مشكلة او شيء ما واضح عندكم اكتبوا لي بالتعليقات، لان اكو حالات صعبة صراحة. مرت علي حالات اكو برامج موجودة بالجهاز ومخفية اصلا ما تطلع، ما مبينة نهائيا. بس الحمد لله هسه اغلب الحالات يعني قدرت عليها. ماكو حالة هسه حاليا صعبة، اكثرية عرفتهن. واعرف البرامج المسببة مواقع، حتى المتجر اللي ينزل هاي البرامج، يعني كله سهل ان شاء الله. اي حالة عندكم بس اكتبوا لي بالتعليقات حتى اوضحها لكم ان شاء الله.
إذا تلاحظون هذا البرنامج منزل عليه أكثر من شرح، أنا موجود بالفيديوهات القصيرة. هسه الإعلانات تقريبا انتهت مثل ما تشوفون. قبل شوي كل شوي يطلع إعلان كل شوي. هسه باقي شي جاي أصفي بالتطبيقات اللي ما أحتاجها، ألغيها حتى بعد ما يتكرر عندي هذا الشي. مجرد تصفية، أما إعلانات انتهت بعد ما تطلع لي. بس باقي أصفي لأن أكو برامج وألعاب زايدة حتى ما أسبب هذا الشي مرة ثانية. بتقدرون تدخلون القناة تشوفون اكو اكثر من حالة نزلت الان، اكثر من مقطع. الاجهزة جاءتني مختلفة، يعني انواع مختلفة، لان كل جهاز الى حالته. اكو اجهزة من خلال التعليقة تقدر تعرف البرنامج اللي مفتوح اللي سبب هذا الاعلان، مجرد ما تضغط عليه يحولك اليه وتقدر تحذفه. اما مثل هذا لا، هذا صعب، من تدوس تعليقة راح يختفي هو اعلان، فلازم تروح تدور عليه. فكل جهاز الى حاله، اكو اجهزة صعبة اكو اجهزة لا سهلة. طبعا آسف على المقطع سويته طويل، حتى أوضح لكم الحالة وسببها، وخطوة خطوة نقدر نحذفها ونتخلص منها. لأن أكو ناس من أشرح مقطع قصير بالشورت يعني جزء ما يفهمون عليه أو ما يكون واضح، فحبيت أسوي مقطع طويل وخطوة بخطوة وياكم. هسه انتهت هاي الإعلانات. هسه بديت أشيك الجهاز أقلب بيه، أريد أشوف إعلان يطلع لو ما يطلع. أدخل على التيك توك أقلب بيه، لأن هو مرات تدخل على التيك توك، على الفيسبوك، على اليوتيوب، فتطلع هذه الإعلانات. فهسه طبيعي دخلت على التيك توك، جاي أقلب طبيعي، يعني خلصت مشكلتنا. هذا الجهاز الأول خلصنا منه والحمد لله انتهت مشكلتنا. عندي هذا الجهاز الثاني سامسونج، نفس الشي هم يطلع إعلانات. الحل مالته تقريبا نفس الشي، بس هنا أسهل. سامسونج الميزة البي تكون أسهل. هذا شوف إعلان طلع واحدة، إذا أدوس على التعليق أحاول أشوف البرنامج ما لحق أشوفه، فقبل ينحذف يروح البرنامج. فنفس الشي أنزل الباردة، أروح للإعدادات مال الجهاز، بعدها أنزل التطبيقات، تطبيقات الجهاز، أطلع اللستة. هذه هنا هاي الميزة هنا بالسامسونج موجودة آخر عملية استخدام، يعني راح يحدد لي بس آخر برنامج انفتح اللي هو طلع الإعلان، أقدر أعرفه من هذا الخيار. هاي الحركة أقدر بيها أطلع البرامج اللي آخر شي اشتغلت، وأكيد من ضمنها اللي يطلع لي إعلان. فنفترض هسه هذا واحد حذفنا، نفس الحركة أعيدها من جديد. هسه مثل ما تشوفون الإعلانات مستمرة لحد الآن بعدني ما انتهيت. هذا واحد نفس الحركة ما لحقت أشوفه، أرجع من جديد أقول له طلع لي بس البرامج اللي اشتغلت آخر شي، نفس الحركة أعيدها من جديد، آخر عملية استخدام. فهذا أول واحد، أول واحد هذا جاي يطلع إعلانات، أدخل عليه أسوي له إلغاء. الجهاز جاي يعلق يعني تحسه ما مستقر، لأن اكو إعلانات جاي تتحرك. نفس الشي أنتظر. هذا اشتغل قبل شوية، أسوي له حذف. شو البرامج جاي تعلق، نفس الشي أنطي صبر، موافق. ما بين عندي هسه، جيد طلع إعلان يعني أكو برنامج انفتح. هسه شو أسوي؟ أرجع لورا، ما بين عندي، أرجع لورا وأدخل على التطبيقات أقول له من البرامج اللي انفتحن آخر شي عندي. هذا نفسي اللي قبل شوي حكيت عنه ومنزل عليه أكثر من مقطع، أحذفه. نفس الشي يا برنامج بعد انفتح عندي، أعيد الحركة أكثر من مرة. يا برنامج انفتح آخر شي آخر عملية استخدام. هنا الوضع تقريبا طبيعي، ما عندي برنامج غريب، حذفتن أغلبيتهن. وين الإعلانات؟ يلا تعال طلعن، خل أحذف هذا خاف يطلع إعلان. يلا وين الإعلانات؟ جاي يشوفون انتهى شي اسمه إعلان. بهاي الطريقة أقدر أنهي الإعلانات كلها. سامسونج الحلو بيه سهل، هاي الميزة اللي هي آخر عملية استخدام تطلع لي البرامج اللي اشتغلت آخر شي، هذا حلو بيه. أما غير أجهزة لا، لازم أدور عليهن واحد واحد.
فانتهى هسه مثل ما تشوفون هاي الاعلانات انتهت. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك. تحياتي ومحبتي لكم. لا تنسون تشاركون المقطع لأنه هواي ناس جاي تعاني من هاي المشكلة.